يا ماشي هذا البروبلام. اسكو وريني الجزائر واش هو الشيء اللي ادت به المملكه، وريني حاجه الجزائر ادت بها المملكه، ما كانش. الجزائر غلقت الحدود ومن حقنا يا خويا نغلق الحدود، تسالني ما تسالنيش. نبغيو الجزائر هذه اللي عطانا ربي نبغيو نزربوها بالقصبه في الصيف، نديروا لها الطوا كي يجي الصيف نطلعوه، ولا يجي المشتى نهبطوه. ما تسالنيش، ارضنا هذه ضحوا عليها شهداء 132 سنه كفاح، يعني نديروا فيها اللي بغينا. البروبليم راه فيه. شوف العياشي هذا ما تورثلاش واحد الفكره على انه سباب العذاب نتاعه هي الجزائر. الجزائر ما ادت حتى بحاجه، كونترار. الجزائر كانت فاتحت لك الحدود، كنت تجي تقسم الخبزه مع الشعب، كنت تاكل وتشرب، مواد غذائيه كتدخل لك، ليسونس ماز، كل شيء كان يدخل لك. لي كوش هما التواله تاع ولادكم كنتو ديوهم لنا من الجزائر. شا كان خاصك؟ كاين سبب واحد اللي هو الغيره. الغيره اللي وصلاتك نطبع مع الصهاينه ليسونسيال تكون يدي فوق الجزائر، وغير هذا اللي ما يكونلكش. حنا كجزائريين لو كان يتعاون معك العالم ككل يتضامن معاك، ونعرفوا بلي صاي راح تتفوق علينا. اقسم لك بالله العلي العظيم، والحمد لله اللي ربي دار لنا ملجا اخر اللي هو الموت. نلجؤوا لربي وما نشوفش انا عياشي عنده سلطه عليا. يعني انت يا حاول حاول تقولها البلاد وما تديها سالمه. نتوما كمملكه حاولتوا بشتى الطرق باش تاديوا الجزائر، ربي ما وفقكمش، ربي ما وفقكش. يعني كي ما وفقكش ربي عاود قلبتها لي تاع نطرانجاو. لا، ديروا علينا لي ستوري، ديروا علينا لي ستوري. شوف العياشه غدوه كاع ديروا علينا دي ستوري. تترقى فيا وتبكي عليا ومش ممكن يوم هذا الرسام. نسيت شكون هذاك راهي. تفضلوا خوتي. الصلح وقتاش يكون؟ اسمعها غير كملها. راح لي اصبر السلام عليكم. ايهاب توفيق فوالا. سلام عليكم. الصلح وقتاش يكون؟ لا بورتو نعرفو بيان باسكو جا عندي المسافرون نعرفو. مين نسيتو؟ قلت لك الصلح وقتاش يكون؟ الصلح يكون كي واحد غلط في حق واحد، غلط اخطا كما نقولوا، بس صعب شي واحد غدر. انتوما غدرتونا واليوم جايين تطلبوا في الصلح، ما كاينش منها هذه كاع. زيد بزياده كي يتكلموا على الجزائريين يقول لك ماهوش احنا مدينا يد الصلح وانتم ما قبلتوش. انتم المصريين يا اخي راحت القافله قلتوا السياده المصريه، احنا ثاني عندنا السياده اخويا، من حقنا نقبلوا الصلح ولا ما نقبلوش. هذه سياده تاع بلادنا، احنا نقبلوا شكون اللي نتصالحوا معاه، وعندنا الحقوق تاعنا. باغيين الحدود تبغوا تنبلعوا، ما خصناش اخويا الشنطه تدخل عندنا. بسمعها جيب لنا هذيك شاب حسني غدار تبقى ديما تروح وتولي تبقى. لا كاينه وحده شابه عليهم غدارة ندمت على ايامي مشات خساره. غدارة اسمعها جايه ندمانه وطالبه السماح. تفضل خويا تائب. ايوا هذه هي المليحه. ورحمه الله تعالى وبركاته، كل باسمه كيف الحال والاحوال خويا بسمعها. تحياتي لك خويا تائر، مرحبا بك. والله غير اغنيه جديده هذه جبتها لنا، هذه تاع المملكه يحوسوا يصالحونا. انا اوافق على وضع يدي على واش يسموها هذيك كيما نقولوا احنا القلنا ولا عين كفاه ولا واش يسموها باللغه العربيه وصح. غيرتي عين كفاه. مؤخره الراس من الغيغه. لا المهم لا عليه. ها البصلة يعني البصله السيسائيه راك تتكلم عليها. كفاه. المهم واحد كي تخبطوا على رقبته من اللور. قلت لك انا اوافق واؤيد فكره المصالحه على شرط اليمامه. شرط اليمامه تعرفوه؟ اريد ابي كليبا، اريد ابي حيا. هذه والله هذه تاع اليمامه تعلمتها من عند هذا الواعر هذا بسمعها. فهمت؟ شوف قلت لك المصالحه لم تكن الا على شرط اليمامه. اريد ابي حيا، فهمت؟ وعليه اريد اراضيه من المروك الى غايه واد ملويه.
اقل من هذا الشيء غير ما كان له. نعم ما هذا تبعث الشرط. لي لا ماركو والله غير انا بهادو ما نقبلش. لو كانت هذوك الاراضي ولا غير يعيشوا مليحه. انا هكذاك شوف، وما لا نقبلش. احنا نعطوهم مقترحات وهم يمركوا من بعد نشوفوا ندرسوهم بالك نوافقوا ولا لا. سجلوا لا وش من المقترحات ديك كاين شروط دارتهم الدوله الجزائريه، يعني وحتى اذا نجتهدوا حنا كمواطنين ما راحش غادي يكون عندنا واحد الدرايه بواحد الامور كما الدوله نتاعنا. حنا المشاكل اللي عندنا مع العياشه، البروبليم في العائله العلويه والبروبليم في المخزن والسياسه اللي يتمشاو بها. يعني هاد الامور لازم يحاربوها العياشه في بلادهم. طاش شحال خاصه من مشاكل يقلعها باه نوصلوا نجمعوا على طاوله الصلح. خاصه يقلع التطبيق. اول شرط يقدر خويا والله قبل التطبيق اسمحوا لي خاوتي. اول شرط اخويا ثائر دقيقه. اول شرط اللي هو الرئيس في حد ذاته قاله الاعتراف بخطأ الممروك في قضيه عن 94 العمليات اللي صارت، والاعتذار من الجزائر لانهم نسبوا العمليات للجزائر. هذا اول شرط، وبعد نروحوا للشروط الاخرى. شوف عمي خالد، القضيه هذه تاع الاعتراف ويطلبوا منا السماح، هذه كان مرة نجيهم متبون كان حطهم عباد، هما ما همش عباد. بصح انا الحاجه اللي نختلف مع خويا بوسماحه والاختلاف رحمه في قضيه العائله العلويه. والله العلي العظيم راك تبان لي من وجهه نظري انا راك غلط. المروكي او المركوعي الذي يموت على الركوع هذا عباره على شغل ما تقدرش تقول ما با حيوان، باسكو الحيوان ربي نحلو العقل، كون يديروا العقل راح يكلاس خير من المروكي، هذه اوتوماتيكمون. اذا كي نقولوا حنايا العائله العلويه، يا الشاعر قال لك قبل لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لا انجاس مناكيد. واحد تربى على العبوديه لازم تسيده. انا بالعكس تخدمني العائله العلويه كي تذل اولئك العبيد وتخليهم يمشيوا تحتها، ونقدر نتفاهم معها كاسياد، هما مالكين الارض وحنايا اسياد، مام الشعب تاعنا مالك الارض، خير من اني نتكلم مع الدوزيام ديغري ولا التروازيام ديغري. لا انا بالنسبه لي العائله العلويه هي اللي راهي. لا ما نعم. هذا الشعب هذا اصلا ما تقدرش تتصالح معاه. انا نقول خويا علاه من 2000 سنه 2080 ولا 2090 لربما يخلق جيل جديد ويكون فيه نوع بالك غيره، ولا يكون فيه نوع من الرجوله يقدر يغير هذا النمط هذا. اما هادو كونديسيون اسمح لي نجي نكمل غير الفكره. هادو ما تقدرش ترونجا معاهم. علاه؟ انسان كي يكون عايش راجل ويبغي يرجع رخيص سهله يقدر بصح الانسان اللي يكونوا مارسوا عليه العبوديه ومارسوا عليه الرخص ما يقدرش يرجع راجل، باسكو هذا تاريخ نكتب له. كيفاه دروك كان عياشي كان يقول عاش الملك، يركع له يسجد له، هذه اور سياسه اور حاجه واحده اخرى. وكان يقول تحيا اسرائيل، كان يسب الشهداء، كان هاد الصوالح ما عندهمش كفاره. هادو يعني مام تبغي تولي راجل غادي تبقى فيك الهفه. انت مارسوا عليك العبوديه ما تقدرش تولي راجل. صاي انت يا التاريخ تاعك ملطخ، الكرامه نتاعك جردوك من الكرامه نتاعك، جردوك من الشرف نتاعك. يعني هادو ناس امبوسيبل تتناقش معاهم على هاد الامور هذه. اللي نتكلم مع سيدو. تفضل خويا كادر. واه خويا كاينه حاجه بغيت نهضر مع هذا السيد هذا اللي مسمي روحه الكاتراز. يا خويا انا عندي لافونتاج عليك، انا نمشي سبته ومليليه ونرقب لك على دارك، سمعت؟ الوغ نعرف ديجا المغرب من قبل، نعرف تازا، نعرف مكناس، نعرف فاس، سمعت؟ ومكناس عندكم الحومه هذيك دار الكامون، سمعت؟ دار الحاج، دار ما نقولوش الدعوه راه مخلطه، سمعت؟ كونكم رجال قبل لا تدخل في المواقع وتبقى تبعث في الكلمات اللي تحوس تضر بها الجزائريين. بس انت باين باللي ماشي راجل. سال دو جو قول له سال دو جو خويا كادر. سال دو جو. انا لعبت بكري.
قصدوا اللحم الابيض شوف المتوسط. على بالك هما هذه تاع لي زيكسكيوز، باسكو انا ماشي بارازار جات زعما، باسكو على بالك باللي راهم يشوفوا باللي كاع اللي تشاوه راح. راك تشوف هذا البروجي ديريامون تاع الانجليز، عباك هادو سي دي سين جاوهم باللي سي بون دخلوا في حيط بريمو. كيف يسموها الجفاف. عبالك باللي راهم هما الانتاج الزراعي تاعهم راه يدور في العام اون 2023 كان 13 مليار دو دولار. 13 مليار. الجزائر العام اللي فات دارت اون 2023 دارت 28 مليار. هذا 2024 2025 رايحين 33 مليار. هما راهي ترجع لورا هذه وحده. واش داروا لهم؟ قالوا لهم السلعه تاعكم ما ندوش باسكو راكم تسقوها تو سكي لي زيغو. حب يقول هذا مدخول راح. الغاز راهم كل عام الغاز راهو بينيوري مونديال. حب يقول كاع الشركات فاكيتي لو ماروك. هذه بان تقول هذا السماح جا بارازار باسكو علاش خلاص تخنقوا ايكونوميكمون تخنقوا كاع لي سين. باسكو نهار اللي تكون عندك نتايا باغ اكزومبل حوينتا ومن بعد تشوف باللي الناس اللي كانت في ذاك الفيلاج رحلت. هذو هما لي سين باللي يا ودي هذاك السوبيرات تاعك ان فا بلو ريبرودوير. حب يقول ليكونومي تاعك رايحه تهبط. هما هذه هي اللي راهم لا سي اون بار ايكونومي الى نهضروا ايكونومي. حب يقول انا وجهه النظر تاعي خويا تيجي في هاد الحمله اللي راهم يديروا فيها تاع الصلح وما في العنوان نتاعهم ذكروا الشعوب، الصلح ما بين الشعوب ومنظمات انسانيه، يعني يقصدوا بها الناس الناشطه على المواقع، يقصدوا بها هاد الناس هاد الشيء هذا انا ما نحوش عليهم. هما يقدر يصدر منهم اي شيء، ما توقعش منهم يصدر. والامر تاع الصلح يقبلوه ما يقبلوش، راه عندنا دوله، عندنا جيش، عندنا حكومه، عندنا ناس متكلفين بهذه الامور. حنا الشيء اللي رانا نلمحوا له حنا كشعب جزائري ما ننقسموش القسمين، باسكو كاين ناس عاطفيين، كاين ناس تولي تحكم من الجانب العاطفي، وكاين ناس راهم مراقبين على هاد العياشه كي دايرين ويعرفوا النيه نتاع المملكه هذه كي دايره تجاه الجزائر. لربما يكون اصطدام بيناتنا ما بين مؤيد ومعارض للفكره، يعني الفكره هذه من الاصل احنا ما تهمناش وما ناقشوهاش والامر مفروغ منه، يعني وصلنا لنقطه لا عوده. هما كما قال لك اختاروا الحلفاء نتاعهم، واختاروا واحد الامور اللي ما تساعدناش حنايا كمسلمين من باب الاسلام اولا. والخطاب نتاعهم هذا الموجه للشعب لضغضغه مشاعر الشعب الجزائري، لانه يعرفوا الشعب الجزائري كي داير، يعرفوا بلي الشعب الجزائري شعب عاطفي، حتى واذا كان يعني فينا لي نار ولا فينا الغضب ولا هاد الامور هذه، ولكن في اخر المطاف تصيبه انسان متسامح وقلبه مليح. ولهذا نصيحه للشعب، لازم كاع نكونوا على كلمه واحده، سواء كنا على حق ولا على باطل، نكونوا على كلمه واحده. ما عندي انا حتى فايده فيك، ما عندي حتى فايده فيك، اختاريت الطريق كونتيني في الطريق تاعك، الله يسهل عليك. ما الى نهضروا من جانب الديني، باسكو لا انا والله العظيم سبحان الله هذا صليت اونتر بارونتيز، صليت في واحد الجامع في موزايا، انا عند العجوز، واحد الجامع يا خوتي فريمون سي ان بليزير. شفت الجامع الكبير راهو مبني لومام في قريه تحت موزايا، هو صغير جامع مولاه ربي يرحمه مات، بانتم طفله واحده واش راهي تبني لوالديها، سي ان بليزير. تبني في الجوامع، تبني عندها طفله واحده اللي عندها لا كلينيك شفا في شفا، هذا السين قلت لك صليت فيه. واش من الايه دارها لنا، يقول لك ومن شغل ما يحافظ الايه، يقول لك من يتخذ غير المسلمين اولياء فهو كافر. حاب يقول انتوما اللي تقولوا هذو مسلمين، هذو خذوا ناس اولياء غير المسلمين. بالك تعرف الايه تقولها خير مني. معليش، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على اخراجكم ان تولوهم. هذه هي الايه. اذا تدخل فيها الولاء والبراء. دوك انسان محارب ما عندك ما توالي فيه، انسان يحارب فيك فترجعوا وليته، ما ترجعوش ولي عليك. تفضل. اكزاكتومون، هذه هي اللي تحب يتكلم من جانب الديني زعما مسلمين. لا، الاسلام ماشي روح شهاده، الاسلام افعال.
ربي ثان دركا ثان قبل ما ندخل عندك بسماحه لو كان جي في الدين خويا تيجي في، لو كان جاو يعرفوا الدين يطبقوه غير مع خوتنا الصحراويين. اللي خوتنا الصحراويين شفناهم يعني ناس مثقفين، ناس عندهم عقيده سليمه، ناس مسلمين، ولا راهم يتعداو عليهم ومارسوا عليهم القمع ويغتصبوا لهم في الاراضي نتاعهم ومارسوا عليهم جرائم شنعاء. يعني ورى الاسلام تما كيفاش انسان تيقول لا اله الا الله محمد رسول الله كيفاه تمشي نتايا تبقى معاه وتمشي تجرده من الاراضي نتاعه وتمشي تتعدى عليه تسلبه الاراضي نتاعه وتمارس عليه الظلم. ورى الاسلام تاعك من هذه الناحيه هذه، ولا الاسلام نتايا نهضر على التوعنا، نهضر على التوعنا الاغبياء اللي يقول لك خاوه، نهضر على التوعنا. قلت لك راني نهضر على التوعنا الاغبياء اللي داخلك تاع خاوه ماشي خاوه، ما كاينش انا مش نهضر عليهم المروكي ما يهمنيش، انا نهضر على لي زالجيريان. اوكي انت بالك حنين سوا نوتر، كون حيادي ما تهضر والو، حيادي. علاش؟ باسكو نتايا شايف روحك حنين يا سيدي، اسكت وخليها حيادي. ارجي ماناش في الوقت تاع الحياديه صراحه اخويا. انا تبان لي انا وجهه رايي انا الوقت اللي رانا فيه ماشي وقت تاع حياديه. انا بلادي حياد في هذا الوقت هذا يعتبر خيانه عمي خالد. بارك الله فيك. انا بلادي مستهدفه، نوقف مع بلادي ضد اي واحد يقول خاوه، ضد اي واحد يروج للفكره هذه تاع فتح الحدود. انا انسان كيما هكا خمم، لانه شفت باللي كل الشرور جايتنا من ثم، كل الشرور اللي راها اليوم قادره تمسنا في اي لحظه. شفنا محاولة تاع الاختراق تاعهم للحراك الشعبي، شفنا كل السموم اللي دخلت لبلادنا، كل المؤامرات. اذكر قبيله خونا كادر وقيل هو اللي يتكلم مع ولا خونا ارجي وقيل هو اللي يتكلم مع الخيانات المتكرره. ما تنسوش ثاني قضيه كابسيغلي ثاني، بزاف. واش عمي خالد، كاين نقطه ثاني نلمحوا لها ولا نطرقوا لها بخصوص الوحده الوطنيه. هذا مجرد مثال من ناحيه الزريبه هذه، وهذا امر مهم بالنسبه لنا. يعني لازم نتوحدوا على كلمه واحده في جميع المجالات، لانه هذه هي نقطه قوه الجزائر وهذه هي نقطه الضعف نتاعها. الجزائر يعني ما يقدروا لها لو كان شافوا نفوسهم الناس اللي راهم يدمروا في المروك، باسكو المروك هذه مجرد عنوان للرخص، كما نقولوا دايرينها رجل المهام القادره. نقطه الضعف نتاع الجزائر هو التفرقه، ونقطه القوه نتاعنا في الوحده نتاعنا. لانه لو كان شافوا الحرب تسلك مع الجزائر، لو كان راهم دخلوا معنا في حرب هذه شحال، لو كان شافوا امور اخرى تجدي نفع مع الجزائر، لو كان راهم طرقوا لها. الشيء المهم في هذا الشيء هو الوحده الوطنيه. كي نكونوا على كلمه واحده، هذيك هي القوه نتاعنا. بارك الله فيك. هذا الشيء اللي انا نسعوا له. تفضل ثائر. شوف، هو النهج تاعهم كيف يتعاملوا مع الجزائريين. المشكل انه الجزائري قد ما تستفزوا على قد ما يتلاحم، على قد ما يتكافل مع بعضها، على قد ما يوقف مع بعضها. هما الضربه الاولى بداوا يلعبون على العاطفه، عاطفه الاخوه وعاطفه الجيره وعاطفه النسب وعاطفه كما قلت لهمش. بداوا يلعبون على المورال جهويا، قال نغلبوا جهه على جهه، كاين جماعه يدعموا جهه وجماعه يدعموا جهه وجماعه يدعموا جهه وجماعه شغل يجبدوا سيئات جهه. مثلا العام اللي فات لاحظناها في نقص المياه في منطقه تيرت، كشغل حبوا يديروا منها قضيه تاع اللي تشتت الراي العام. المشكل هذا هو الشيء اللي يمشوا بالفتنه، يمشوا بالنميمه. هذه هي الخدمه تاعهم، ويلعبوا على المورال تاع الشعب. باش يلعب على المورال تاع الشعب، على بالو باللي راه الجزائري هذايا فدال للماضي تاعو وفدال للشهداء تاع الوطن تاعو، يبان ما لازم يضرب له. هذه هي الفكره، يلعب له على المورال في قضيه الثقافه تاعو. مثلا القفطان، المشكل مش غير القفطان، وحتى الاغاني اللي راني نشوف فيها اكتيالمو في موازين تاعهم هذاك تاع التبهديل، هذاك اغاني جزائريه بحته. السيد يجيب اغنيه تاع رابح دريس ويقول لك كلمات فلان مروكي والحان فلان مروكي، سبحان الله وبحمده. سيليكتورا هي المشكل. هذه الامور هذه راهي مقصوده، هما على بالهم باللي راهي خطيره. خويا تيجي يديرها باش يستفزك. خويا ثائر، بالنسبه للفن
ما سرقوش غير الاغاني، هما من قوه لي مولعين بكل ما يخص الجزائر. فنانين جزائريين، شاب بلال داروا له فوتوكوبي، شاب خالد، شاب بلال داروا له زوج فوتوكوبي، تحسب باغي يدفعوه في دوسي تاع باسبور ولا دوسي تاع سكنه ولا. الفنانين تاع الجزائر قاع داروا لهم فوتوكوبي ومن بعد يجي يطعن فيك. شوف هي الامور هذه مقصوده ابو سماحه، هو اكسبري يدير كيما هكا باش يستفزك، باش يلعب لك على المورال تو سامبلومون، باش تغلط انت. كي تغلط انت قال يا ودي هم ضربونا، هم دارونا، هم فعلونا، هم حقرونا، فهمت، باش يجيبوا التعاطف الدولي. المشكل هذه الفكره هذه، قال لك اللي قاريها الذيب حافظها سلوقي. ما تحشيليش انا الشيء اللي مريت به انت مازال ما تقدرش تمر به، لازمتك قرون وقرون باش تقدر تلحق العقليه ولا الليفل، المستوى نتاع العقل الجزائري، التخمام الجزائري. يعني فاتك بسنوات ضوئيه يا ولدي، روح العب مع انتاجك، روح العب مع مالي ولا سبحان الله وبحمدك. ريال مدريد تلعب الصورة تاعنا علمتنا سبحان الله، ماشي غير والدي نحكاو لنا، كاين تراكمات. انا والدي نحكاو لنا حوايج كبار. والدي نحكاو لنا حوايج. سي بور سا قلت لك هما يسيو. شوف ما قدرش يكون كيما انت يدير نسخ لصق، دير شغل فوتوكوبي، لا بغا ماشي مقاليزيه ما يهمش، المهم فوتوكوبي وخلاص. على ما يقلدنيش انايا في المناورات كي نديرها بالداخله الحيه، على ما يقلدنيش، على يمشي يديرها بالكوابيس تاع الماء. واو دير فيها لازم لي مويان. الامارات. الامير عبد القادر قال في المقوله تاعه، قال على الشعر ينبت في اليد والكف لا، الخير في الكلب والمغرب لا. صح. عرفت بسمع عرفت. القفطان مداك صابو مداك وقت الحداده كانت حاله، كانوا يجيو هنا يتعلموا الطياب تاع الجزائر، يتعلموا واحد الامور هكا وعاود ينسبوها لنفوسهم. القفطان جاه ساهل باه يقلدها هكا، يسرق المعلومات ويسرق طريقه النسج وطريقه هاد الامور هذه. والاس 400 جاته واعره باه يقلدها. الاس 400 دمرو جيلالي السميده يدير لها تحليل. الاس 400 هذه بدراهمك ما يبيعوها لكش، بدراهمك ما يبيعوهاش لواحد مينار، واحد مينار ما يبيعوها له. المملكه هذه 6 بلدان منهم روسيا. المملكه هذه تقدر تقول عليها مينار، باسكو الاس 400 هذا دايرين فيه من تحت، لا يترك في متناول المجانين والخائنين والمطبعين، ما يبيعوه لهمش. الاس 400 ما تقدرش تقلدني فيه وغواصه الثقب الاسود وتدمر جيلالي السميده يدير عليها تحليل. ودابا قال الخرده ديال روسيا، الخرده تاع روسيا ياك الكابا اسمعها عندهم الثقب الاسود او في الخليج. والزليج داير لي شوشره عليه هنايا. انت راك تشوف نفسك ند للند مع الجزائر. انت لي زار 25 و 105 الفيراي ما كانش عندك ليسونس والمازوت باش تمشيه، كنا ندخلوه لك على الحداده حتى تولي تهضر لي نتاع الاس 400 الاس 500 ما عندكش باش تمشيه. انت هاد الاس 400 كان يمدوه لك باطل في سبيل الله، والله يمدوه لك باطل غير الا بعتوه حديد تبيعوه، ما عندكش باش تمشي بالكربيل. وي الانرجي راهي عزيزه. ماشي بالبزاق تاع الملك، حتى الملك هذا ما يبزقوا له في ريزرفوار كما قلت انت. وكانوا شاريين اللي يضرب معاهم، شاريين بزاف غاشي، ولكن الجزائر حنا ما نشروش، حنا نشوش البراني ما نخلصوش. البارح بالك خرج قبل شويه على الموضوع، دخل في واحد اللايف تاع ذاك الكلب. واش راكم لاباس؟ اسمع تاع ذاك الكلب. تفضل خويا. دخلت في اللايف يوتيوب تاع ذاك الكلب تاع معتز مطر. خلي بالك ما كاينش واحد يكره الجزائر كيما هو، جامي يذكر. دخلت له في اللايف تاعو عبالك هبطته وشنو واحد غاثني واحد الجزائري يدافع عليه، هما نقيلو. وما قلت له علاش ما تذكرش الجزائر الوحيده اللي قالت لك نقلع النووي للصهاينه، علاش ما تذكرهمش هذه؟ اما واش دار؟ هبط اللايف ما قدرش، مش عارف موالفي بلوكيني ذي المره ما قدرش. علاش؟ باسكو هذو شاريينو يهدر يقول له كونكوا المروك. شوف خويا تيجي في
انا هادو هما النقاط اللي نبغي نطرق لهم هاد الناس هادو اللي يتمشاو بالعاطفه كيما معتز مطر، لانه ما نكذبوش نفوسنا. حنا الشعب الجزائري شعب عاطفي. نعطيك مثل بسيط هنا في التيك توك. تجي وحده من مصر ولا وحده لبنانيه دير فيديو سام شا تقول فيه؟ والله الشعب الجزائري احنا بنحبوك قوي والشعب الجزائري بلد 1.5 مليون شهيد، وتشوف الشاشره لاعبين البارود نتاوعنا. مسكينه هذه والله لا تبغينا، قالت لنا بلد 1.5 مليون مسكينه. دير لها ابوني، دير لها نيه. يشوف معتز مطر يهدر في مصر ويهدر في هادي ما يعطيكش النقاط المهمه، ما يعطيها لكش، ما يقدرش يتكلم لك النقاط المهمه. انت يا ما تمارش السياسه، ما تعرفش امور سطحيه، ما يتغمق لا وعلى بالك جامي لافي هاد الامور تنطبق على مراد طهاري، تنطبق على امير ديزاد وهادو كيفاش استغباو العقول تاع الشباب، ولاو يخاطبوهم واحد الكولوار تاع لا مافيا. هذاك مراد طهاري يجيب فيديو تاع فرقه فولكلوريه، هذوك اللي شطحوا القلال وكاع عادات وتقاليد، يجيبه ويبريزونطي الجزائر على اساس هذه هي الجزائر، يمد ايماج على الجزائر وكانه الجزائر كل ما يقولكش اودي هادو عادات وتقاليد ولا هذه وعده وفرقه فولكلوريه وهاد الامور هذه. دي فوا تشوف دي زيميغري ناس عايشين في اوروبا كي يشوف هاد الفرق الفولكلوريه يقول لك بليزير، ينزل يتصور معاه يشطح معاه يقول لك بليزير. هذا الحمير هادو كيف يستغبيو الناس، يبريزونطي له على اساس الجزائر قاع دايره كيما هاك، يجيب له شيخ في عمره 60 سنه ولا 70 سنه لربما لابس حذاء مقطع، ويقول للشباب يقول له هاليك 60 سنه 70 سنه ما يقدروش يعطيوه منحه في بلاد الغاز وبلاد البترول. هذاك الشاب يتاثر، هذاك الشاب ما على بالاش باللي هذاك الشيخ اللي راه مصورينه عنده 6 تاع البغوله قداه راه يخدم عليهم. لو كان جات الشهريه نتاعه يعيش بها الروحه تكفيه، ولكن هذاك الشيخ اللي يصوروه ويديروا به الباز ويديروا به البيبليسيتي، هذاك مسكين لربما تصيب عنده 6 تاع البغوله، زوج بالك يدمر لهم الباني للحبس، وزوج راقدين يصبحوا راقدين له حتى الطلاعب. ابو سماحه منهم واحد مراد طهاري، يعطيك مراد طهاري سمعت هذاك واحد مولاتي. جوستومون علاش لي توجور دي يا بو سماحه هذو كيما نتايا عندك ان لايف اوسي امبورطون، عندك ان نومبر كبير، عندك غاشي سي صار لازم لي لايف تاعنا دوكا لو رول تاعنا نوعو هذو الشباب. باسكو علاش نحبوا ولا نكرهوا هذو الشباب لازم يفو خلاص لازم شغل ميتريزيوهم. باسكو علاش سي ديجا ماشي كيما نتايا، هذو الناس ما يخموش كيما انت بو سماحه انت. باسكو علاش بالك راك بحثت مانيش نقول ما يفهموش ولا نو، حاشا ولله. انا غير كيما درت اون ايميسيون سامدي باسي في البلاد جينا هضرنا على لي بلاج بريفي، على لي بلاج تاع ليتي. ومن بعد جا لي الجورناليست واش قال لي هذوك اللي يحكموا الزريطه. من بعد واش قلت له انا شغل ما جيتش معاه، قلت له هذوك سي دي زالجيريان نحبوا ولا نكرهوا ما نقدرش نرميه في البحر. يسرنا الصيف يخدم، انا نقدر ندير حل. عندي 1400 دو كيلومتر دو كوت نخدم منهم دي تيران في لابلاج. وشنو نوري له كيفاش يخدم، يلبس مليح، ينحي الزريطه، يغوسوا لي جون لو بري انا نديره لك هنايا. ومن بعد يولي عنده اون بتيت كوتيزاسيون. لا ميم شوز اللي دارها البريزيدون بارابول اللي يخدموا الكابا. امضوكا ولاو تاع الكابا ولاو يبارتيسيبيو ولو بي تاعنا قننهم. خويا تيجيفي من باب التوعيه للشباب كشباب، كي يسمعني نهضر كيما اسكو انا كرهت. عندنا نقائص في بلادنا وعندنا بعض المشاكل كيما جميع بلدان العالم. اغلبيه تاع بلدان العالم تصيب فيها نقائص ومشاكل، خاصه انه الجزائر هذه عندها بزاف مشاكل. عندك 132 سنه حرب، من موراها عشريه سوداء، من موراها عاود وقت اللي مرض بوتفليقه ربي يرحمه عاود 10 سنوات ولا نتاع عصابه، من بعد حراك، من بعد يعني هذه الجزيره متلقيه شحال نطعنا. اعطيوها فرصه توقف على رجليها، ومن بعد ما كانش رئيس ديما راه يخدم ديريكت بلا انتقاد. خليه اعطيه فرصه يخدم وراك تراقب من بعيد، وعندك تحترم حتى وتنتقد باحترام. تبغي دير فيديو توصل السلطات، تبغي دير فيديو توصل السلطات دقيقه خويا تيجيفي، فيديو تبغي ديره باه يوصل للسلطات العليا، تكلم باحترام بطريقه محترمه،
ما يصيبوش عليك ما يصيبوش عليك فرصه كيفاه يلفقوا القضيه ولا ربما. بصح انت دير فيديو تسب رئيس الجمهوريه ينوض يدير خطاب يقول لك شعبي العزيز ويفتخر بك من باب الاحترام، ماشي يخاف منك، من باب الاحترام. وانت مواطن تنوض طيح الرئيس ولا طيح، راهي باينه يطبق عليك القانون. سبحان الله المشكل